بتبدأ معنا القصة بشخص غني واسمه جون، وباين جدا انه محبوب ومتواضع جدا وبيساعد الناس، محبوب بينهم. وباين بعدين انه بيعمل خطاب بالناس على المسرح، وفجأة وهو على المسرح مراته تنضرب بالنار وتموت وهي وراه وتقع على الارض. وفجأة بنكتشف ان ده كان حلم وصحي من الكابوس، وبنلاقي البطلة مراته اللي اسمها سو بتجري وبتلعب رياضة وبتسمع الاخبار اللي بتتكلم عن توتر كبير بين كوريا الشمالية وامريكا، ولازم يحلوه بسرعة قبل ما يتحول لحرب كبيرة بينهم. وبنلاقي سو وهي بتلعب رياضة في عربية بتراقبها وماشية وراها، ولما بتوصل البيت بتقول لجوزها ليه خليتي الحارس يمشي ورايا؟ فبيرد عليها وبيقول انا كنت نايم وما كنتش معاكي، فالحارس هو اللي لحق علشان انتي كنتي بتجري لوحدك. فبتطمنه وبتقول ما تقلقش، الجري ده حياتي وانا بحب الرياضة عموما واكتر حاجة بحبها. لكن هو بيقلق اكتر، بيقول لها كبري دماغك، اجري براحتك واعتبريهم مش موجودين، ولو متضايقة عندك المشاية في البيت تقدري تلعبي عليها رياضة. وبنعرف ان هو مترشح للانتخابات الرئاسية وبيخاف ان حد يستغلها ويأذيها علشان ممكن يضعف موقفه ويبطل الانتخابات. وبنرجع بالزمن وبنشوف سو اللي كانت دبلوماسية مشهورة جدا وليها شعبية كبيرة، لكن فجأة قدمت استقالتها وسافرت من غير ما تقول السبب، والقرار ده قلب الدنيا عليها طبعا. وبنرجع تاني بنشوف سو وهي بتجري برضه بتلعب رياضة، ونفس العربية بتظهر وراها وبتحاول تهرب منها وبتجري وبتدخل الغابة وتفضل تجري لحد ما بتنجح وبتوصل لقمة الجبل. وبعدها بنشوف في حفلة كبيرة فيها أهم الشخصيات في البلد، والناس بيتكلموا عن الوضع السياسي وخوفهم من إن الحرب تقوم. وساعتها بيسألوا سو عن السبب الحقيقي لاستقالتها، فبتتوتر، ولكن قبل ما ترد واحدة من الموجودين بتقاطع وبتقول أكيد استقالت علشان جوزها مترشح برضه للرئاسة. فبيرد عليها ويقول لها أنا عارف النقطة دي، بس عاوز أعرف هل ده قرارها هي ولا قرار الرئيسة؟ وفي اللحظة دي بتدخل رئيسة كوريا الجنوبية اللي اسمها تشي وبتسلم عليهم، وبتاخد سو على جنب علشان تتكلم معاها، وبتقول لها ليه ما قلتيش ان انا خيرتك بانك تستقيلي او تطلقي من جوزك علشان تترشحي للرئاسة؟ فسو بتعتذر لها وبتقول لها انا اسفة لو كنت سببت لك مشاكل او جبت لك مشاكل. فالرئيسة بترد بحزن طبعا وبتقول لها كنت متمنية انك تفضلي لحد ما تبقي وزيرة، بس لما جوزك اعلن ترشحه فقدت الامل على طول، خصوصا بعد ما اشتغلنا مع بعض 10 سنين. فسو بتقول لها انها كانت فعلا بتحلم تبقى وزيرة، لكن الظروف اجبرتها انها تسيب المنصب او الترشح. فسو بتقول لها ان جون جوزها عاوز يقابلها النهارده حتى لو بالليل. فالرئيسة بتستغرب جدا وبتسألها عن السبب، لكن سو بتقول لها هو ما قاليش تفاصيل. فبتوافق الرئيسة، وسو بتتصل بجوزها وبتقول له ظبطت ميعاد مع الرئيسة. فيرد طبعا بفرحة وسعادة جدا ويقول لها كويس، انا كنت مستني اليوم ده من زمان. وبعدين بتيجي صاحبتها اللي بتعتذر انها اتأخرت عليها، فصاحبتها بتقول لها انها تسافر تعيش في امريكا مع جوزها وان هي مضطرة تسيب شغلها، وبتقول لها زي ما انت ما استقلتي عشان جوزك انا كمان لازم اضحي. وتقول بس قرارك بالاستقالة كان اكبر غلطة، وان ده ممكن ينهي مستقبلك المهني كله. لكن سو بترد عليها وبتقول لها انا هفضل واقفة جنب جوزي طول ما هو عاوز يبقى رئيس. بعدها سو لما بتروح على البيت بتلاقي جوزها محضر لها مفاجأة وبديها سلسلة بمناسبة انه هيترشح للانتخابات. فسو طبعا بتنبسط وبتشكره، وبعدين بتفتكر وبتقول له فاكر لما كنت مسافرة وكلمتني وقلت لي ارجعي فورا؟ كان في حاجة غريبة في صوتك، كان في ايه حصل ساعتها؟ فبيرد عليها وبيقول لها هحكي لك كل حاجة بس لما نرجع، علشان كانوا هم خارجين والقصة طويلة جدا. وبعدها بيخرجوا والمساعد بتاع جون بيبدأ يشرح له أماكن الجلوس جوه الكنيسة، لكن جون بيقطعه بيقول له خلي الرؤساء يقعدوا بره وما يدخلوش علشان أنا مش عايز أتوتر وأنا بصلي. وبعدين بيبص لسو بيقول لها وهو بيبتسم إيه رأيك نجيب خوخ وإحنا رايحين للبيت؟ فبتستغرب وتقول له خوخ ده لسه مطلعش أصلا. فبيبص للمساعد وبيقول له تقدر تجيبه؟ فالمساعد طبعا بيتفاجئ وبيقول له أنت عمرك ما أكلته؟ فجون بيرد بهدوء وبيقول له حاسس فجأة إني محتاج أكله. وهما في الطريق بيشوفوا مظاهرة كبيرة ضد النظام اللي جون لو مسك الرئاسة عاوز يطبقه، وسو بتنزل من العربية وبتكون متوترة جدا وهي شايفة اعتراضات الناس والمظاهرات بتاعتهم، وبتفضل تبص لهم بقلق. وبعدها بيدخلوا الكنيسة وسو بتبقى عينيها متعلقة بالناس واللي بيحصل، وفجأة بتلمح واحد واقف فوق بيصور فيها وركزت طبعا معاه، وده بعدين بيكون ليه قصة واسمه سان. بيفضلوا يبصوا لبعض لثواني كده وبعد كده بتمشي وبتكمل طريقها. وبعدها بنشوف جون اللي بيقول للحارس خلي فريق الامن جاهز بره وجهز مكان تقعد فيه سو بعد الصلاة. وبتبدأ الصلاة في الكنيسة، واول ما بتخلص الكل بيقف وجون بيقوم علشان يدي كلمة، لكن فجأة بيكون في واحد لابس زي عسكري بيخرج من الصف بتاعه، والجندي ده زعق جامد في نص الكنيسة وبيقول ليه خنتنا؟ قلت انك مش هتعمل النظام ده وفجأة عملته. وبيطلع مسدس من جيبه وبيضرب جون بالرصاص، فالقاعة كلها بتتقلب والناس بتفضل تجري وسو تجري عليه وهي بتعيط.
والحارس بيحاول يتدخل لكن العسكري بيضربه هو كمان بالنار. فالجندي بيوجه سلاحه لجون تاني لكن سو بتوقفه وبتصرخ فيه وبتزعق له وبتقول له استنى، النظام مش عاجبكم، انا هقنعه يلغي الفكرة، بس نزل المسدس. بس قبل ما يرد الحرس بيقتحم الكنيسة وبيضربهم كلهم بالنار. وفي الوقت ده جون بيقول لها هاتي خوخة من اللي هم اشتروها. فطبعا سو مستغربة جدا من السؤال ده او الطلب بتاعه، لكن فجأة بتلاقي العسكري او الجندي موجه السلاح عليها، وقبل ما يضربها بالنار بيظهر معانا البطل اللي كان بيصورها وبيتدخل في اخر لحظة وبينقذها وبيخطف المسدس منه. وفي اللحظة دي جون بيفقد وعيه، فسو بتنهار جنبه وبتصرخ، والجندي اللي ضرب النار بيبلع سم. ولما المصوراتي بطلنا يمسكه بيلاقيه مات. وبعدها عائلة جون كلهم بيتجمعوا في المستشفى علشان يطمنوا على جون. وفي الوقت ده صديقة سو اللي كانت مسافرة بتسمع الأخبار وبتقرر تلغي سفرها وترجع تاني للمستشفى. وفجأة الدكتور بيخرج وبيقول لهم للأسف الشديد إن جون مات. فكلهم طبعا انصدموا جدا، وسو بتقع على الأرض وبتكون مش مصدقة وماسكة الخوخ اللي هو كان عاوزه وبتفضل تعيط، والبلد كلها بتكون بتتكلم عن اغتياله. وبعدها بنشوف العيلة كلها وهم قاعدين على العشاء، وجدتي جون بتعيط وبتقول إن جوزي مات وابني مات ودلوقتي حفيدي برضه مات. لكن أخوه بيحاول يهون عليها وبيقول لها ما تقلقيش، أنا ناوي أترشح مكانه للرئاسة. لكن أمه بتعترض وبتصرخ وبتزعق له وبتقول له لا، أنا مش هفقد ابني تاني، الأولى اللي ترشح هي مراته أرملة الرئيس السابق، الناس هتقدر تتقبلها أسرع. فسو بتسمع الكلام ده بس ما بتردش. وبعدها بيدخل المحامي ومعه الوصية وبيعلن إن جون قبل ما يموت كان معه المحامي مخصوص قبل أسبوعين علشان يقسم تركته. وبيبدأ يقرأ الورق وبيقول 4 مليار نصيب سو بالإضافة ل5 عقارات قيمتهم 28 مليار، وبكده هي الوريثة الوحيدة للثروة دي كلها. فالكل طبعا انصدم حتى سو نفسها، وأخوه بيتعصب جدا وبيقول لها إيه الهبل ده أكيد وصية مزورة. لكن المحامي بيرد وبيقول في تحقيق والتحويلات كلها اتأكدت رسميا. فالجدة طبعا بتنهار وبتقول إن الثروة اللي اتبنت على مدار 3 أجيال بتيجي واحدة مش من عيلتنا أساسا وتاخدها كلها. فأم جون طبعا وجهت كلام لسو وبتقول لها قولي لنا إيه اللي حصل، إزاي كتب لك كل الكلام ده. فسو بتعيط وبتقول لها أنا مصدومة برضو زيكم، الحاجة الوحيدة اللي قالها لي إنه هيوزع أملاكه قبل الانتخابات وطلب مني أجيب بطاقة وختمي للمحامي، غير كده أنا ما أعرفش حاجة. فالجدة بتقاطعها وبتقول لها بعصبية حتى كمان جون ما خلفش عشان يورث الورث بتاعه، وهي بتشك في سو. فحماتها بتقول لها برضو إن الناس هتقول إن أنت قتلتيه علشان تورثيه، لازم تفسير. فسو بتتعصب جدا وبتقول لهم طول عمركم شايفيني أقل منكم من غير أصل لأني فقيرة، ويمكن علشان كده جون كتب لي كل ثروته علشان محدش يتكبر عليا تاني، وبعدين أنا مش عايزة الفلوس دي هتبرع بيها وأسافر برا كوريا كمان. لكن الجدة بتضحك بسخرية وبتقول لها مين قالك إن أنت هتتبرعي بيهم، أنت مش هتقدري تتحركي من هنا. وأخو جون بيقول لها هنرفع قضية ونرجع كل حاجة بالقانون. وحماتها بتقول لها ارفع قضية وهات أكبر محامين وإحنا مش هنسيبها. فسو بترد ببرود اعملوا اللي انتم عايزينه، وبتكون هتسيبهم. وكان لسه هتقوم علشان تمشي وهتخرج، لكن الجدة بتقول لها حفيدها في اجتماع مهم هيتعمل هنا في البيت بكرة. لكن سو بتلف وبتقول لها الاجتماع ده هيكون في بيتي أنا. فالجدة بتتصدم وبتقول لها ده بيتك. فالمحامي بيوضح وبيقول إن البيت اتسجل باسمها من 10 أيام. فالجدة بتتصدم أكتر، وسو بتقف قدامهم بكل قوة وثقة في نفسها وبتقول ما تقلقيش مش هطردكم من البيت، وبتسيبهم وبتمشي. وبعدين بنروح للبطل اللي اسمه سان اللي كان بيصور سو واللي أنقذها، ماسك السلسلة اللي اداها جون لسو اللي وقعت منها في الكنيسة وبيحاول يصلحها. وفجأة تليفونه بيرن وفي حد بيكلمه وبيقول له في مهمة ليك. فسان بيرد بيقول له أنا بطلت شغل الحراسة. فالراجل بيقول المرة دي مختلفة، الشخصية دي مهمة جدا، دبلوماسية وجوزها مات وأرملة وكان مرشح رئاسي اسمها سو. فأول ما بيسمع الاسم بيتصدم طبعا وبيقول هي سو هي اللي عاوزاني أحميها. فبيقول لا، هي نفسها مش عارفة إنها في خطر والمطلوب تكون حارسها الشخصي، بس من غير ما هي ما تحس، تخليها فاكرة إنها هي اللي مشغلاه، وأي معلومة تخص الشغل ده ما ينفعش تقولها وهتفضل سرية. لكن هو عاوز يعرف بتقابل مين وبتتكلم مع مين وإيه اللي بيتقال في المقابلات. وبنرجع لسو اللي كانت بتكون قاعدة مع المحقق وبتسأله عن اللي قتل جوزها. فالمحقق بيقول لها ده كان خادم في القوات الخاصة وكل تصرفاته بتقول إنه مختل ومجنون. ولما فتشنا شقته لقينا إنه مهووس بجمع المعلومات عن جوزك اللي هو جون، وبيوريها صورة ليه هو وعيلته وبتقول له طيب والشخص اللي ساعدني؟ فبيقول لها دورنا عليه كتير وما لقيناش ليه أثر، وكل اللي عرفناه إنه هو من أمريكا. بعدها بنرجع لسان اللي بيكون بيراقبها وهي بتجري وبتلعب رياضة، وبيقول إن هي محافظة على روتينها اليومي ومشغولة طول الوقت بس مهملة شوية. وبيلاقي الجاكيت بتاعها واقع على الأرض، فبينزل يجيبه وبيحطه على الكرسي من غير ما هي تاخد بالها. ولما بيرجع البيت الراجل بيكلمه تاني وبيقول
له ايه هتقبل المهمة ولا لا؟ فسان بيرد عليه ويقول له لا مش ناوي اشتغل، هي اقوى بكتير من انت فاكر. وبعد كده بيفضل يراقبها برضه وشكله عاوز يشتغل لحاله. وفجأة بيظهر قدامها في الموقف بتاع الباصات، فسو بتتفاجئ وبتقول له انت هنا؟ فبيرد بحزن وبيقول لها انا زعلان على اللي حصل لجوزك، وبيديها السلسلة بتاعتها بعد طبعا ما صلحها. لكن بيكون في ناس بيراقبوهم وبيصوروهم، وواحد منهم بيقول ده نفس الراجل اللي كان موجود وقت الجريمة. وبنروح لسو اللي بتسأل سان وبتقول له في حاجة عاوزة اسألك عليها، بس سان بيقاطعها وبيقول لها تعرفي انك متراقبة؟ فهي بتتصدم وبتبص حواليها، لكن بيمسكها وبيقول لها تعالي نتكلم في مكان تاني. واللي بيراقبوهم طبعا بيحسوا انهم اتكشفوا وبيمشوا وراهم وبينادوا على سو، لكن سام بيشدها وبيقول لها كملي وما ترديش عليهم. وبيلف لهم طبعا سام هو لوحده وبيفضل يضرب فيهم واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم، وبيرجع ياخدها وبيمشوا. وفجأة في ناس تانية ظهرت وبدأت تجري وراهم، فسو ولعت الكشاف بالموبايل علشان تشوف الطريق، لكن سان بيشد التليفون منها وبيقفله وبيقول لها غمضي عينيك للحظة وافتحيها. فبتعمل زي ما قال، ولما بتفتح بتلاقي المنطقة كلها منورة وراهم، واللي بيطردوهم طبعا بيكونوا واقفين ومش عارفين يتحركوا في الضلمة. وبيكملوا طريقهم وسام بيقول لها كنت عايزة تسأليني عن حاجة. فسو بتقول له السؤال عن الشاب اللي قتل جوزي، سمعته قال ايه قبل ما يموت؟ فبنرجع للحظة ما مات واخد البرشامة، بيقول انا قتلت الجاسوس، وسام طبعا سمعه. فسو بترد عليه وبتقول الناس كلها بتقول عليه مجنون، بس صوته وعينيه ما بيقولوش كده، عندي احساس قوي انه ما كانش مجنون. فسان بيقول لها انا كمان شايف كده، هو مش مجنون ولا كذاب، بس واضح ان في حد اكبر منه هو اللي امره بكده. وفي اللحظة دي الدنيا بتمطر، فبيجروا تحت مكان علشان يحميهم. وسان بيوريها فيديو بكاميرات المراقبة يوم الحادثة، وبيظهر القاتل وهو بيخبي حاجة في كتاب. فسو بتسأله بيقول له ايه اللي حطه ده؟ فسان بيقول انا بعدها رحت واخدته ولقيته رقم تليفون وحاولت اتصل بيه لكنه كان خارج الخدمة، وبعدها اكتشفت ان الرقم ده اصلا مش موجود، معنى كده ان صاحبه شخصية كبيرة جدا لدرجة انه يقدر يخلي الرقم يختفي وكأنه ما كانش موجود. فسو بتقول له ان برضه ممكن يكون عنده القدرة يستخدم اي رقم هو عايزه. وبعدها بنروح للرئيسة اللي المدير بيسألها وبيقول لها بتثقي في سو قد ايه؟ فبترد عليه وبتقول له قصدك ايه بالكلام ده؟ وفي النهاية بنشوف سو اللي بتكون لسه بتشوف الفيديو، وفجأة بتشوف القاتل وهو بيقابل شخص راكب عربية، واول ما بينزل الشباك تتصدم ان في العربية ان هو اخو جوزها. بتبدأ الحلقة بمشهد قبل موت جون بشهرين، وبنشوف أندرسون ميلر صاحبه اللي عايش في واشنطن بيتصل بيه حد غامض وبيتهمه بحاجات كبيرة، بس ما بنعرفش ايه هي بالظبط. المشهد ده بيعرفنا ان ميلر كان شغال مساعد وزير الخارجية الأمريكية. بعدها بيروح اجتماع في أمريكا عن موضوع خطير، وميلر كان حاضر طبعا. وبيكتشفوا ان كوريا الشمالية بنت غواصة نووية ضخمة ومستعدة لهجوم. بعد كده ميلر بيكتب جواب ويخبيه جوه قلم، ويبعت القلم ده كطرد لجون في كوريا الجنوبية. لما جون بيفتح الجواب بيلاقي تحذير ان موبايل ميلر، اللابتوب وكل حاجة عنده متراقبة. الجواب كمان بيقول ان الحرب قريبة جدا وبيترجاه يساعده، وفي الاخر مكتوب بعد ما تقرا ده احرقه فورا. بعدين بنروح لسان وهو على المركب بيحكي انه كان عنده حلم غريب انه بقى ست، والست دي كانت مونجو او سو بطلة المسلسل. بعدها سان بيفتكر ذكرى من 2023 لما سو كانت بتذيع الاخبار وقالت ان في عائلات كورية جنوبية عايشة في الشمال، واضافت احنا المفروض نعيش كلنا اخوات، ده اللي عايزاه. وبعدين سو بتروح الشركة وبتسأل تشانج، وده صديق جوزها جون والحارس الشخصي بتاعه، وبتسأله امتى جوزي زود الحراسة عليا. وبعد تفكير كتير بيرد ان ده حصل من كام شهر بس وقت ما هي جت، وبيقول ان جوزها كان قلقان عليها وطلب يضاعف الحماية، وكان بيعمل اجتماعات سرية ومكالمات كتير هو نفسه مش فاهمها. وبيفتكر موقف لما كانوا سايقين عربية وكانت عربية وراهم بتتبعهم، لكن جوزها ضحك وقال سنجاب ماشي ورانا. بعدين سو اتلخبطت جدا ورجعت على البيت جري، وبقت تدور على حاجة معينة في المكتبة، تفتكر جملة جوزها عن السنجاب. وبعدين وهي بتقلب في صور قديمة سو بتكتشف ان جيسونج اخو جون وهو صغير كان ليه اسم تاني، الناس كانت تندهله وبتقول له يا سنجاب. في اللحظة دي بتجيلها مكالمة من ميجي صاحبتها وبتقول لها انها راحت تطمن على عائلة يونج جون القاتل بتاع جوزها، لكن لقيت ناس غريبة بياخدوهم بالعربيات. فميجي بتسألها اراقبهم ولا لا؟ فسو بتقول لها يلا حالا وبعتي لي اللوكيشن بتاعك عشان هتيجي بسرعة. فالمشهد بيروح لسان بعد كده وهو بيتكلم مع ابو يانج. سان بيوريه فيديو له علاقة بجدته، فالاب يانج بيفتكر انه في يوم جه ناس لجدته ومعاهم اكل وجواب، وبيحذر ان جدته كانت ممكن تكون في خطر، وبيقول له لازم يسافر كوريا الشمالية ويرجعها الصين. وبيوضح ان هو كمان عنده شغل مهم كان جون موصيه عليه انه يعمل تجمع، وده كانت وصية جون. فسان بيسأله ايه الشغل ده لو ده
السبب في موت جون ممكن يحطك انت في خطر كمان. لكن الاب يانج بيرفض يشرح ويكتفي ويقول له انه لازم يكمل المهمة وانهم اتعهدوا قبل كده على تنفيذ الوصية. المشهد بينتقل للمطار وميجي صاحب سو واقفة هناك شايفة عائلة يونج جون وهم بيستعدوا يسافروا نهائي برا البلد. فجأة بيظهر نفس الناس اللي كانوا واخدين العائلة قبل كده وبيسألوها انت مين وايه اللي جابك هنا، وبعد لحظات بيخطفوها. بعدين سو بتوصل المطار وبتدور على ميجي صاحبتها لكن تكتشف انها مختفية. بعدين بتتصل بموبايلها لكن اللي بيرد مش هي، اللي بيرد جيسونج اخو جوزها وبيقول لها ان صاحبتك عندي وكنت عايز اكلمك. وفي خلفية في صوت ميجي عمالة تصوت وبتصرخ. فبتسأله سو بتقول له انت فين وبتأكد انها عايزة تقابله. في المشهد اللي بعده سو بتروح تقابل جيسونج في البيت وبتسأله على طول ليه كنت بتتابع عربية جوزي وبتمشي وراه. فبيرد عليها جوزك كان جاسوس وانا كنت عايز اوقف ده. وبعدين بيقول لها انا ما كنتش عايز الحقيقة دي تنتشر، لو الناس عرفت انه جاسوس بعد ما يبقى رئيس انت عارفة ايه اللي هيحصل. لكن سو بترد بثقة وبتقول انا بصدق جوزي هو عمره ما كان جاسوس. جيسونج بيصر انه معاه ادلة وبعدين انا وكيل نيابة بيقول لها شغلي احمي البلد. بعد كده بيجيب سيرة سان وهو بيقول انا متأكد ان هو ده قابل جوزك، ايه اللي كان بيعمله في الكنيسة في الوقت ده؟ معقولة صدفة؟ بالعكس اظن هو اللي قتل جوزك. الراجل ده شغال مع واحد مرتزق اسمه فالكيري بيعمل اي حاجة عشان الفلوس، الاحسن ليكي انت وصاحبتك تسيبوا البلد. فسو بتقول له عايز اسمع صوت ميجي صاحبتي دلوقتي، هل هي كويسة؟ بعد شوية فعلا بتتكلم معاها وبتقول لها صاحبتها انها كويسة وما تقلقش هما مش هيقدروا يعملوا لها حاجة. فسو بترد وبتقول استحملي وانا هساعدك قريب. بعدين بنروح لسان وهو قاعد مع الاب يانج وبيقول له المشروب ده كويس جدا خده معاك واداهوله. فسان رد عليه وقال له تمام واخده منه وقال له على فكرة ممكن اخد انجيل عشان يهديني وقت الشدة. فالاب يانج وافق واداله كمان سلسلة تحفظه. بعد كده بيروح سان على مركب وهو في طريقه يقابل جدته في الصين وبيفتح الانجيل وبيلاقي جواه نفس رقم التليفون اللي كان لقاه قبل كده. فاتخض وعلى طول جري ورجع للاب يانج تاني. في نفس اللحظة سو كانت راحت ووصلت عند باب البيت بتاع الاب يانج وبتخبط على الباب ولقيته مفتوح وفجأة تدخل وتتصدم وبتلاقي الاب يانج مقتول ولسه كانت هتصرخ لكن سان بيلحقها ويمسك بقها بسرعة وبيقول لها ما تصوتيش انا اللي اتأخرت كان المفروض اوصل بدري. وفجأة بيدخل مقاتل غامض عشان يقتلهم. فسان بيصرخ في سو وبيقول لها ادخلي جوه بسرعة ويبدأ يتخانق مع المهاجم والقتال طبعا يطول جدا بينهم. وفي النص سان بيسأله انت شغال مع مين وجاي تدور على ايه هنا؟ فالراجل الصيني القاتل اللي جاي يتخانق مع سان فجأة بيقول له كلام غريب كان في حوت في البحر وكلام غريب زي كده. وفي نفس اللحظة حد بيخبط على الباب فالقاتل بيستغل اللحظة دي وبيهرب على طول. فسان بيستعد يسيب المكان على طول ويقول لسو دول ناسنا وهيحموكي. لكن سو بتصر وبتقول له انها لازم تتكلم معاه وبتروح معاه فعلا. فساعتها بياخدها ويدخلها نفق ضخم جدا تحت الارض في مكان سري. بعدين بنروح لحماة سو ام جون في البيت وهي بتتكلم مع المدير اللي اسمه يونغ. فام جون بتقول له انا مريت بحاجه زي كده قبل كده، ابنك كان مريض وفي حد ساعده ما تعرفش مين اللي اتبرع له. فيونغ بيرد ويقول دورت كتير لكن لسه ما عرفتش. فام جون بتقول له اللي ساعد كان انا لكن دلوقتي محتاج مساعدتك، عايزك انت تساعدني وتقول لي ابني حصل له ايه. فيونغ بيكشف ان مساعد وزير الخارجيه الامريكي ميلر هو اللي تواصل مع ابنها ويمكن كان عايز يمنعه من حاجه بس هو جاسوس، ممكن ابنك يكون كان جاسوس هو كمان. يونغ بيقول عشان كده راقبناه شهور طويله جدا. فام جون بتقول مين اللي ورا كل ده واللي الكلام اللي بيحصل ده كله. فيونغ بيديها ملف وبيقول لها اسم الولد سان بيشتغل مع فالكيري العصابه وبيعمل اي حاجه عشان فلوس، هو تواصل مع ابنك فكري انت بقى لاي سبب انت تقدري تكتشف الحقيقه. وبعدين بنرجع للنفق سان وهو ماشي مع سو في المخبأ السري ده وهو فاكر ان الاب يانغ قبل ما يموت كان مديله عقد او سلسله وقال له العقد ده هيحميك حافظ عليه. فسو بتسال اسئله شبه تحقيقات وبتقول له انت شايف اني خطر عليك؟ لو كنت شايف كده ما كنتش جيت بيا هنا. فسان بيوضح لها بيقول لها احنا اشتغلنا مع فالكيري سنين طويله بس السنه اللي فاتت ما جددتش عقدي معاهم، انا خلاص مش تابع ليهم. وبيكمل بيقول ان جوزها جون كان موصي لاب يانغ بحاجه وبكره في التجمع كان هيكشفها قدام الكل. لكن بعدين سان وهو بيربط الاحداث بيقول لها يمكن عشان كده الاب يانغ اتقتل، انا شفته وهو بيتسمم في الجرح بتاعه. وبعدين بينزلوا لتحت وبيلاقوا مخزن مليان زجاجات كحول وخمور. فسان بيفضل يدور على الزجاجه اللي الاب يانغ كان مديها له قبل كده وبيلقاها مكتوب عليها كلمه مارك. بيفتحها ويلاقي جواها جواب، الجواب ده هو نفسه اللي ميلر كان بعته لجون. وبعدين بنرجع فلاش باك وبنلاقي ان امريكا كانت اكتشفت ان كوريا الشماليه عندها غواصه نوويه ضخمه جدا ممكن تهددهم بهجوم نووي وتدمر امريكا. في نفس الليله ميلر جاله تليفون وبيقول له
الامريكان كانوا مجهزين خطة رد قوية وهجوم مضاد، لكن ميلر وقف ضدهم، قال لهم لو عملنا كده الابرياء هتموت، سيبوني احقق الاول واعرف الغواصة دي معمولة لايه. بس محدش سمع كلامه، وبعدين اتشال من منصبه واتمنع من حضور اي اجتماعات، وفي الاخر اتطرد. فسان هو بيشرح لسو علشان كده الاب يانج كان قايل له يجيب جدته من كوريا الشمالية ويحميها في الصين. فسو بترد وبتقول له تمام، روح انقذ انت عيلتك وانا هتصرف هنا. وبعد كده بياخدها من النفق وبيطلعها للغابة. فسو بتقول له انها ممكن تستعين بالرئيسة بتاعتها وبتأكد انها قوية جدا. فسان بيسألها بيقول لها هل هي ثقة فعلا ولا لا؟ فسو بترد وبتهز راسها وبتقول ايوه هي ثقة. في اللحظة دي سان بيحط العقد اللي كان الاب يانج مديهوله او السلسلة حوالين رقبتها وبيقول لها العقد ده هيحميك، خلي بالك منه، حافظ عليه. بعد كده سو بتسيبه وبتمشي. بعد كده سو بتروح تقابل الرئيسة اللي قالت لسان عليها، والست دي قاعدة كانت في عربية. فسو بتركب معاها وبتحكي لها كل حاجة وبتوريها الجواب اللي اخدته واللي كان جون شافه قبل ما يموت. فردت بكل برود وقالت انا كنت عارفة من الاول لو كان جوزك حرقه ما كانش مات دلوقتي ولا ابو يانج مات برضه. فبتاخد الجواب منها وبتولع فيه قدامها وبتقول انا فاهمة ايه اللي بيحصل، شغلي اني اوقف الحرب دي وهعمل اي حاجة عشان ده. وبتقول لها انها عارفة ليه ان اتقتل جوزك، هي ان اكبر نقطة ضعف عندك انك صريحة بزيادة، والصدق ساعات بيودينا في داهية، عشان كده اتشلتي من شغلك ودلوقتي اسمعي كلامي واطلعي بره البلد بسرعة وانا هتصرف. فسو بتسألها وبتقول لها ولو ما مشيتش ايه اللي هيحصل؟ فبترد الرئيسة وبتقول لها انت عارفة كويس ايه اللي ممكن يحصل، فاعتبريها اوامر لازم تمشي. وبعدين سو بتنزل من العربية وبتسيبها وبتمشي لوحدها. المشهد اللي بعد كده بنشوف سان وهو خلاص وصل الصين يدي شوية فلوس لناس هناك عشان يساعدوه يعدي النهر ويدخل كوريا الشمالية. وبعدين بنروح لمشهد جامد جدا. سو بترجع البيت وبتلاقي حماتها مستنياها وبتسلم عليها وبتقول لها احنا جبنا بيت جديد خلاص وهننقل قريب. وبعدين بتبص لسو وبتسألها انت لسه شايفة نفسك الشخص المناسب انك تبقي مرشحة للرئيس مكان جون ابني؟ فسو بتتردد شوية، لكن حماتها بتبتسم وبتكمل كلامها وبتقول عارفة ليه خليت ابني يتجوزك؟ عشان انت عندك صفات اللي تخليكي سياسية ومرشحة قوية جدا، لكن ابني ما كانش عنده الكلام ده. وبتوريها شوية حاجات من ايام مدرستها، صور قديمة من ورقة بتشاور عليها وبتقول ده كان حلمك من زمان ان انت تبقي رئيسة. بعدين سو بتبص للورقة شوية وبعدين بترد عليها بحزم وبتقول لها تمام انا جاهزة ابقى رئيسة بس لازم تساعديني، خليني رئيسة وساعتها هديكي كل الممتلكات والورث بتاع جون اللي اخدته. فحماتها بتبتسم وبترد عليها وبتقول لها تمام اتفقنا، دلوقتي قولي لي اول حاجة محتاجاني اعملها ايه؟ فسو بتجب بسرعة وبتقول لها طلعي صاحبتي من السجن وبعتي ابنك بره البلد فورا. في النهاية بنروح على سان وهو عند النهر واقف مستعد يعد، بس يعرف ان السلطات منع اي حد بيعبر واي محاولة يعني رصاصة في الحال. فسان يقف متردد والذكريات بينه وبين سو بترجع في دماغه. فبيمسك الموبايل وبيتصل بإيسان بيقول له قول لعميلك انا جاهز اكون الحارس الشخصي. بتبدأ الحلقة معانا وسو ماسكة تقارير ملف وكالة الاستخبارات عن سان البطل المتكلف بحمايتها وقبل بالمهمة دي قبل كده، وكانت قاعدة مع صاحبتها ميجي والمساعد بتاعها وبيتكلموا عن سان وحياته وانه بدأ في حرب العراق وكان مش معروف قوي، وبيقولوا هناك انه اصلا مغولي كمان، وكان سان مقاتل شرس جدا هناك وكان شغال قناص. فبيقولوا لسو انه ممكن يكون جاسوس من كوريا الشمالية ومراقبها. فردت عليهم سو قالت لهم جمعوا دلائل للكلام ده وهاتوها لي. وبعدين سو بتكلم واحد عن اختيار سان ليها، فبيقول لها انا لو منك هختاره جدا، ده انقذ في باريس بنت الملياردير السعودي بتاع النفط من غير ما يتلمس منها شعره. وبعدين بتيجي الاخبار ان رئيس كوريا الجنوبية رايحة الصين عشان مؤتمر المناخ، وكانت سو قاعدة مع الحكيم صديق جوزها جون وبيقول لها انها ما راحتش عشان كده، وبيقول لها ان مدير الاستخبارات كان في العاصمة النهاردة في كوريا. فاستغربت جدا سو، قالت له ان الرئيسة مش هنا علشان تقابله وتشوفه. فقال لها هو اكيد مش جاي علشان هي، هو جاي علشانك انتي. وبيكمل وبيقول ان عاوز يتأكد برضه من امكانية دخول امريكا الحرب دي، واكيد هو شايف ان لامريكا دور في اغتيالك بتاع القطر، وهل لها دور برضه في ده ولا لا. وبعدها سو بتروح لحماتها البيت وبتقول لها انها تنقل من البيت للحماية. فحماتها اتفاجئت مرة واحدة وكلمتها عن سان وانه انقذها مرتين ولازم تتأكد من دوافعه تجاهك. فبتقول لها سو انها ما قدامهاش غير الحل ده، وسان لازم تستغله عشان تعرف مين ورا موت جوزها ومين ورا القصص دي كلها. وبعدين بنروح للبيت اللي اخدته سوق جديد وعايشة فيه، وبيبقى معاها سان الحارس الشخصي ليها جديد، وطبعا بيفرض آراءه الأمنية
على البيت كله وعليها هي شخصيا. وبعدين بتيجي حماتها ليها وبنفهم ان سان سمع كلامهم وهي قاعدة مع المساعد وحاطط سماعات تجسس في البيت كله، وكانوا بيتكلموا انه بقى مسيطر على حياة سو جدا حتى كمان في الطبخ. وطلبت من المساعد انه يروح البيت يكتشف هل في اجهزة تصنت ولا لا، لان ابنها شاكين انه هو جاسوس، وطبعا قصدها على جون، وكان سامع الكلام ده كله سان. وبعدين بنروح للمؤتمر اللي كان عملته سو مع الجماهير وبنكتشف ان في حد بيراقبها وسان بياخد باله منه وبيطلب من المساعد انه ياخد باله من ده. وبعدها سو بتخلص المؤتمر وبتروح لعربيتها، وبعدين وهم ماشيين على الطريق كان في حادث بيحصل والطريق كله واقف، فسان بياخد باله ان في حاجة غلط. بعدين بيبص وبيلاقي الشخص اللي لقاه في المؤتمر موجود هناك، فعلى طول قال للسواق لف بسرعة، وفجأة جت مقطورة من وراهم وخبطت فيهم وفضلت تخبط فيهم لغاية ما وصلتهم لموقع الحادث. وعلى طول بنشوف الراجل اللي شافه سان واقف وفعل على طول المتفجر وانفجرت الدنيا وانقلبت العربيات. وبعد الصدمة بنشوف واحد معاه سلاح وبيدور على سو علشان يقتلها، وبيتفتح الباب على سو بتاع العربية وبيطلع انه سان اللي جاي ينقذها للمرة الثالثة من الموت. وبعدين بتنقل الاخبار موقع الحادث ده والدنيا بتتقلب، وبتيجي الاخبار على موقع الانفجار وبتقول ان في حادث اغتيال للمرشحة الرئيسة بتاعت كوريا. فبتقول صديقة سو للمساعد بتاع الرئيسة ان سان انقذها وهي معاه دلوقتي. بعدين بنروح بنلاقي سو مع سان ماشيين تحت الانفاق، فبتقول له سو انت ازاي اكتشفت الموضوع ده، موضوع الانفجار، باستغراب طبعا. فبيكلمها عن الحادثة وانه شاف الراجل اللي كان في المؤتمر، وبعدين ده بيتبع لعصابة كبيرة ليهم وشم على رقبتهم وهم المسؤولين عن الانفجار ده، وانه عارفهم كويس. وبعدين بيروحوا البيت ويلاقوا المساعد وصديقة سو المستغربين ومستنيينهم. فيسأل سان المساعد انت ليه ما خدتش بالك من الراجل اللي كان في المؤتمر، وبعدين بيمشي. وبعدين بنشوف سان هو بيتكلم مع رئيس الحماية اللي شغال معاه واللي شغله عند سو، فبيقول له سان انت ليه حاطط سماعات واجهزة تصنت وتجسس في البيت عليا؟ فرد على سان وقال له دي كانت الشروط اللي انت قابلت بيها. بعدها سان بيتعصب جدا وبيقول له الغي شغلي خلاص مع شريكك، ويقفل ويكسر اجهزة التصنت اللي لقاها. وبعدها بتيجي لقطة لسو مع المساعد بتاعها واللي كان قلقان من سان وبيحذرها منه، فبتقول له سو قلت لك راقبه في صمت وهات دلايل على كلامك وانا مكملة لسه معاه. بعدها المساعد بيروح البيت بتاع جون وبيكشف عن اجهزة التجسس، واللي كان راح بامر حمات سو وام جون اللي قالت له روح شوف هل في اجهزة تجسس ولا لا على ابني. وبيلاقي فعلا في اجهزة تصنت وبيسمع التسجيلات بتاعة جون. بعدها بنروح لسو اللي كانت بتحلم بكوابيس ومش عارفة تنام، وبتروح تتكلم مع سان اللي بيكون صاحي اصلا. وبعدين بيروحوا يجروا مع بعض ويمارسوا رياضة، وبعدين بيقفوا وبيتكلموا مع بعض وبتدي سو السلسلة لسان اللي دهلها قبل كده وقالت له دي للحماية فانت دلوقتي الملزم بيها وانت انقذتني كذا مرة. وبعدين بنروح للمساعد بتاع جون وسو اللي كان راح لحمات سو وقال لها على الحاجات اللي لقاها في بيت جون ابنها، وان ابنها التاني برضه مشتبه فيه. فانصدمت ام جون جدا من الكلام اللي سمعته، وفجأة بتقوم وبتعرض على المساعد انه يراقب سو بمقابل انها ادت له ساعة غالية جدا رولكس. فجابت له الساعة ولبستها له وبان على المساعد انه قبل المهمة انه يتجسس على سو. وبعدين بنروح لسو اللي بتكون نايمة وبيوصلها رسالة من المساعد انه لقى الموبايل بتاع جون جوزها واللي يدخلهم على معلومات والبيانات بتاعة جون المشفرة. فبنشوف المساعد هو بيقدر يفتح الموبايل فعلا من الحماية وبينصدم وبيقوم ويقفل الجهاز ويجري. وهو على الطريق صديقة سو ميجي بتاخد بالها منه وبتشوفه وبترن عليه بس هو ما بيردش عليها وبتكون عارفة بموضوع الموبايل. وبعدين بتيجي لقطة بنشوف سو وهي مع سان راحوا للمكتب علشان يشوفوا المساعد بس ما بلقوهوش وبيعرفوا ان في حاجة حصلت غلط. فبنرجع للمساعد تاني اللي كان ماشي على الطريق وميجي كانت وراه بالعربية وبيدخل نفق مظلم وكان باين انه بيرن على حد بس التليفون بتاعه مغلق. وفجأة وهو على الطريق بنلاقي شحنة قدامه بتحود مرة واحدة وفجأة بتوقع حديد على الارض واللي بيخبط فيه المساعد وبتنقلها بعربيته وبتتدمر. فميجي صديقة سو بتاخد بالها من القصة دي وبتصوت وبتقف مرة واحدة وبتروح جري عليه، وفعلا بيودوه على المستشفى وبنلاقي سو معاه بتسنده. فبينده عليها وبيقول لها ان جوزها كان جاسوس. وبعدين بيقعدوا مع بعض وبتدي ميجي صديقة سو الموبايل ليها بتاع جوزها واللي بيكون متفرمط اصلا. وبعدين بيوصل لها رسائل على موبايلها ان في واحد عاوز يقابلها وكان بعت لها صورة سلسال عليه صليب مبعوثة في الموبايل. فبتروح سو على المكان ده ومعاها سان وبيوصلوا وبيدخلوا البيت وسان كان ماسك مسدس في ايده. ولما سو بتدخل بتبص على الصور بتاعت الحيطة بتلاقي في صورة لجوزها
على الحيطة ومعاه ست وولد، وفجأة بيظهر ولد من وراهم وبينده على مامته، واللي بتيجي وبتقابل سو في مشهد صادم جدا، وبتنتهي الحلقة على كده. بتبدأ معنا الحلقة النهاردة في مشهد صادم جدا لما سو شافت مرأة جوزها اللي طلع انه متجوز وعنده عيل كمان، وابنه بيكون عنده 9 سنين، ومرات جوزها اسمها هانا بتكون عارفة سو، وبنفهم من كلام سو وهانا ان حماتها بتكون عارفة كمان بموضوع ابنه، وان الطفل ده بيتعالج نفسيا لانه حضر موت ابوه لما كان في الكنيسة وكان بغني العيل. وبنفهم من الكلام ان هانا عملت تحليل الحمض النووي عشان ابنها وعلشان تثبت انه ابن جون، وكمان هترفع دعوة وتطالب بحقه في الميراث. وكمان اكتشفنا ان جدة جون هي اللي بتساعدهم كمان، وهيروحوا يعيشوا معاها. ففجأة بتطلب منها سو وبتقول لها خلي الامر ده سر طيب، وهتديه كمان اكتر من حقه، وبترفض هانا الموضوع ده. بتيجي لقطة على سان وهو بيشوف الطفل بيرسم رسمة لمشهد في السويد 2022، وبيكون راسم رسمات منها كتير. بعدها بنروح لسو بنكتشف ان رسمة الصليب او السلسلة بتاعت الصليب من تصميم هانا اللي هي ضرتها. وبعدها بتمشي سو هي وسان وبتروح لحماتها علشانها عارفة بموضوع جواز ابنها جون وما قالتلهاش. فحماتها بتقول لها ان كده انت كده هتتخطي وهتبقي اقوى. فسو بترد عليها وبتقول لها انت عارفه انها هتفضح السر وهتكشفنا كلنا، وكمان هتضر سو في موضوع الانتخابات والترشح بتاعها. فسو بتتعصب جدا من حماتها وتقريبا كده فشكلت معاها كمان. وكمان سو بتقلب عليها الترابيزه وبتقول لها ان صندوق المجوهرات اللي خدته منك بتاع المجوهرات انا بجمع فيه فضايحك واسرارك، ولو ما خلتيش هانا تسكت انا هفضحك. فبتنصدم حماتها جدا، وبعدين بتدخل الجدة وقعدت تمدح في ابن جون الصغير. بعدها سو بتتضايق جدا وبتتصل بصديقتها وبتقول لها اتبرعي بالتركة حالا، وصديقتها مش بتفهم حاجة وبتقول انها مكالمة مشفرة، والجدة بتضرب سو بالقلم لانها فكرت انها خلاص اتبرعت بالتركة والورث بتاعها. بعدها بيظهر سان وهو بيسوق وهم ماشيين على الطريق، فبتطلب منه سو انها عاوزة تروح مكان هادي، وبعدين وهم مع بعض بتطلب منه انها تتعلم اطلاق الرصاص والضرب بالنار. بعدها بيخلصوا بيروح على بيت سو، وبنشوف سان هو بيساعدها وبيعالجها من الوجع اللي حصل لها من ضرب النار ومسكة السلاح. بعدها بيظهر الراجل العجوز وهو بيدي محاضرة لطلاب عنده عن اللي بتعمله الولايات المتحدة، وانها بتنشر نفوذها في المنطقة والجيش بتاعها كمان. وبعدها بنروح لسو اللي كانت ماشية في العربية ومعاها صاحبتها اللي بتكلمها عن موضوع التبرع، وانها ما فهمتش حاجة من المكالمة اللي كلمتها لها. بعدين سو بتقرأ خبر ان الرئيسة خلاص جاية من الصين والاجتماع بتاعها اللي كان هناك خلاص اتلغى. بعدها بنروح للراجل الحكيم العجوز وهو خلص المحاضرة ومروح على بيته، وفجأة بيطلع عليه 2 وبيضربوه لانهم بيعتقدوا انه جاسوس وشغال مع كوريا الشمالية. وبعدها بيودوه على المستشفى، وبعدين بتيجي سو هي وسان ليه علشان تطمن عليه. فبيقول لها الراجل العجوز ان الرئيسة اتكلمت مع امريكا وانها لازم تستعد وتجهز الضربة الاولى لضرب كوريا الشمالية، وقال لها كمان ان هيبقى فيه 3 علامات عشان تبدأ الحرب دي، وان في علامتين ظهروا والحرب هتبدأ بعد 12 ساعة. وفجأة بيطلع 3 اشخاص جايين على العجوز علشان ياخدوه. فسان بيقول لسو يلا عشان نمشي، وبيكونوا لابسين بدل وشكلهم ناويين على حاجة. فسو بتمنعهم بيقربوا منها، وسان نزل فيهم ضرب وفضل يقاتل معاهم، بس في الاخر بياخدوا العجوز اللي راح معاهم. بعدها بنروح لبيت سو وكان صديقتها ميجي معاها اللي بتعرض لها الرسالة بتاعت جون جوزها السرية، وبنعرف كلمة المرور، وبنفهم الرسالة ان في 3 من كوريا الشمالية راحوا لامريكا واتكلموا عن الحرب والغواصة النووية. وكان جون شك ان اللي كانوا مشيوا من كوريا الشمالية لامريكا ممكن يكونوا كذابين وبيعملوا اشاعة زي الحرب اللي اتعملت في العراق. وكمان جون كان عايز يقابلهم، لكن واحد من ال3 صوب على 2 اللي معاه وانتحر في الاخر وماتوا. وبيظهر انه عايز يتحقق من الكلام بنفسه، ولكن في اسم بيجذب انتباهه وهو بيدور في الملفات وتكرر كتير معاه واسمه يونغ. فبيبدأ يبحث عنه وبيلاقي جواز السفر من غير صورة وبيشك فيه. وبعدين بيطلع انه كان في كوريا الجنوبية من 10 سنين وما خرجش منها تاني، وكان جون عايز يبحث عنه علشان يحل امر الغواصة دي. وبعدها لما بيوصل للشخص ده بعدها بيومين اتقتل جون، وبيشكوا ان الشخص ده هو السبب. بعدها بنشوف الاخبار بنلاقي ان الغواصة الامريكية النووية بدأت تظهر، ومعناه كده ان الحرب بدأت او هتقوم قريب. وبعدها بنروح للكنيسة واللي كانت الرئيسة كوريا الجنوبية بتصلي فيها، وبعدها بتروح لمكان في الكنيسة وبتقابل سو. فسو بتستغرب جدا وبتقول ليه اخترت الحرب والحرب بقت قريبة جدا. وبعدين بنروح لسو اللي بتقابل السفير الصيني وتسأله ليه
سمحت الصين بالحرب دي، وبيقول ان كل العالم مع الحرب ولازم ندعي انها تمر بسلام علشان ما تقومش حرب عالمية تالتة، وانها لو وقفت ضد الحرب دي هتموت. وكان سان بيسمعهم طبعا، وبعدين بيجي ياخدها سان وبيروح بالعربية علشان يروحوا مؤتمر او مكان حوار مع الجماهير ليها، وكانت بتكلمهم عن الحرب وان امريكا هتهجم خلاص. فبتيجي رسالة لسان ان في تهديد على سو، وبيظهر الشخص اللي ضربه سان في المستشفى، وبتيجي اللقطة على الرئيسة وسو بتسألها في البث ليه هتستخبي تحت الأرض والشعب بين الحياة والموت. فبتيجي قوات مسلحة وسو بتحكي عن الحرب أكتر ومعلوماتها، وبيكون الشعب مصدوم جدا. فبيتكلم مساعد وزير الخارجية الأمريكي عبر زوم وبيقول إن مفيش إثبات على الغواصة النووية دي غير من الثلاثة اللي جم من كوريا الشمالية، وبيدي لهم فيديو واحد من الثلاثة بيقول إنه ما شافش أي غواصة، هو سمعها بس يعني إشاعة. وبيكون رئيسهم هو اللي طلب منه ده علشان الحرب تبتدي وتقوم. وفجأة بينقطع النور وبيكون في قناص والقوات بتبدأ تهجم على سو، بس سان بيتدخل على طول وبيدخل بيهم في شحنة علشان يحميها. وهم بيهربوا سان بيشوف القناص وبيحمي سو كمان، والرصاصة مش بتيجي فيهم وبيختفوا من القناص. بيهربوا في المركب والقناص بيحاول تاني. بعدها بيظهر ان سو ضربت في ايدها واتصوبت من القناص. وبعدين في مكان سري بيظهر سان وهو بيساعد سو بيعالجها من الجرح، وبيكون هو متصوب كمان. بعدها بنشوف الرئيسة بتاعت كوريا الجنوبية وهي بتلقي خطاب، وبتدعم كمان سو في موقفها اللي هي فيه وبتدعي لها. بعدها بنروح اجتماع كان في امريكا، وكان بيظهر مساعد وزير الخارجية الامريكي وهو بيقول ما فيش اي غواصات نووية. بنشوف وزير الخارجية بنفسه وهو متعصب وهو بيقول كنا لازم نضرب كوريا الشمالية دي من زمان، ما سبناهاش تحطنا في الموقف ده دلوقتي. وبعدها بنرجع لسان وهو مع سو وهما ماشيين في الغابة بعربيتهم ورايحين المخبأ. فسو بتسأل سان امتى هتبقى كويسة، فقال لها هم 4 أسابيع وهتكوني تمام. وبنشوف سان وهو بيعلم سو ضرب النار وازاي تمسك مسدس، وفعلا عرفت تضرب الهدف. وبعدين اتكلمت عن حملها قبل كده وانها كانت حامل وحابة الخلفة، وانبسطت لما شافت ابن جون وانه كمان بيحب الكورة، وحاطة نفسها مكان مراته اللي هي ضرتها اللي اسمها هانا. بعدها بنشوفهم هم قاعدين وسان بيقول انه زعلان علشان منقذ سو من الرصاص ومن القناص. وبعدها بتيجي لقطة وبيقربوا من بعض وبيبوسوا بعض. وفي نهاية الحلقة وهم حاضنين بعض الراديو بيبدأ يشتغل بأغنية، ودي كانت إشارة بداية الحرب. وبعدها انقلبت الدنيا وأمروا الناس انهم يروحوا الملاجئ علشان الحرب بدأت. بتبدأ الحلقة بأن سو بتروح لراجل عجوز وبيظهر انه مؤلف وكان بيكتب كتاب عن شبه الجزيرة الكورية، وهما بيشربوا الشاي. بتسأله هو قابل جون قبل ما يموت، قال لها قبل اكتر من شهر، واداله رسالة كمان، وكان صاحبه اللي اداها من امريكا، وكان عايز يدخل معاه في اعادة توحيد الكوريتين، وطلب منه ينضم في حملة الانتخابات بتاعة جون في الرئاسة. وسألته فعلا عايز تنقل من البيت، قال لها رايح لقريبي اللي في ارجنتين. وبعدين راح لها العجوز وقال لها انا اللي عرفت جون بالقسيس الاب يانج. وبعدين اتكلموا في قصة التوحيد بتاعت الكوريتين. وبعدين سو قالت له ليه ما تترشح للسياسة في الانتخابات الجاية، لان عندك خبرة كبيرة في السياسة وكنت شغال في وزارة الخارجية قبل كده برضه. وبعدين سو طلبت مساعدته، بس هو قال لها ان الحرب كده كده جاية وحتمية ولازم تحصل، والتاريخ مش هيرحم حد من اللي موجودين. وبعدين سو بتمشي، وبعدين بنروح لحماتها اللي كانت بتتفرج على الاخبار اللي بتتكلم عن سو وحمايتها لجوزها لما وقفت قدام القاتل. وكمان برضه كان جدة جون كانت بتتفرج على الاخبار دي برضه، وكانت الاخبار بتتكلم ان سو كانت عظيمة لانها بتدافع عن جوزها وهو بيموت قدام القاتل والسلاح اللي كان موجهه لجوزها. بعدين في الاخبار بيتكلموا ان سو هيبقى لها حظ رهيب لو كملت في الرئاسة مكان جوزها. وبعدها بنروح لحمات سو اللي عايزة تدخل سو مكان ابنها اللي مات في الانتخابات. بعدها بنروح لسو وهي بتواجه اخو جوزها وبتقرا من ملف من 2015 عن سائق كان مخمور كان ساكن في كاليفورنيا في أمريكا، وبيكون أخو جوزها هو ده المخمور، ودخل في حانة أو خمارة بس رد عليها وقال لها مفيش إثبات إنه أنا، فبتوري له الإثبات. وبعدين بنروح للمشهد بتاع حماتها وهي قاعدة مع شخص غريب وبتوري له صورة بنته وبتكون غير شرعية. فبنرجع برضه لسو وهي قاعدة مع أخو جوزها وهو بيقول لها إن المرأة اللي كانت سايقة بيه وإنه مش فاكر حاجة، وبتديله فيديو وهو بيضرب مراته. فأخو جوزها طبعا اتفاجأ جدا وانصدم. فبنعرف إن سو أخذت الفيديوهات دي من حماتها
وبعدين طلبت سو من اخو جوزها انه يسافر ويطلع برا البلد. فبنرجع تاني لحماتها اللي بتتكلم مع الراجل الغريب، وطلع قائد الحزب وبتهدده وبتقول له انه يبعد عن طريق سو. وبعد 6 ايام من اعلان سو انها تكون مرشحة للرئاسة وبيكون لسه في منافسة على الترشح، فبتيجي صديقتها وبتقول لها ان التليفون بتاعك مش بيبطل رن وعايزين يدخلوا الحملة الانتخابية. فواحد من الموجودين بيقول لها انه فتح حسابات الايميل والهاتف بتاع جوزها وعايزين يرجعوا المحذوف من الايميلات دي، وقال ان في ايميلات مشفرة ولها خادم سويسري والامان بتاعه او الحماية قوية جدا. فبتيجي حماتها علشان مش عارفة تتواصل معاها وبتقول لها علشان تلبسي لازم تبكي وتعيطي علشان يتأثروا بالخطاب بتاعك اللي هيكون يوم الأحد. وبعدين بنروح للبطل سان وهو بيشوف سو وهي مرشحة وهو ماشي. وبعدها بنروح لحماتها وهي بتتكلم مع قائد الحزب وبيقول لها إنه مدير الاستخبارات الوطنية اتصل بيه وقال له إن في حركات مرعبة في أمريكا، وقال لها إن سو هتكون في خطر. بعدين بنروح لسان وهو بيمضي على ورق وبعدين بيديله أسلحة وبياخدها منه عن سو. بنروح لسو اللي بتكون نايمة وتلفونها بيرن من الرئيسة وبتهددها، لكن سو مش بتخاف منها. وبيظهر سو وهي بتجهز نفسها للخطاب وبنرجع لسان وهو كمان بيستعد هو كمان. فبنرجع لسو تاني اللي بتقدم العزاء لجوزها وبيكون في عدد كبير من الناس معاها. فبنبص كده بنلاقي سان بيتابع سو وجات له رسالة وبيكونوا عرفوا الراجل الكوري اللي جه مع الشخص اللي اسمه بيلي جراي بيكون خبير في المتفجرات. فبنروح لسو وهي بتتكلم مع صديقتها اللي بتقول لها انها حلمت انها تكون سياسية هي كمان. بنروح للبطل سان اللي بيكون عايز يتكلم مع سو وبيظهر ان سو رايحة لمحطة القطار وبيفصل بينها وبين البطل وبيقول لها لازم تنزل من القطار. بعدين بيظهر الراجل وهو بيركب المتفجرات وبيقول لها اوعي تقعدي وهي بتقعد، وبعدين بيقول اوعي تقومي من مكانك. وبعدين بنقطع البث فجأة والناس بتقلق وهي لسه بتعرف ان فيه متفجرات اصلا تحتها. وبيظهر البطل وهو بيسوق بسرعة وبيتجاهل الاشارة الحمراء بتاعة المرور. وبعدها بنروح لسو اللي بتكون قاعدة في القطار لوحدها وهي خايفة. وبعدين البطل بيكون وصل ونزله اللي معاها من القطار. البطل سان بيدخل لها وبيفتح الكرسي وبيلاقي القنبلة. فبتيجي عناصر الشرطة وبيطلب سان منهم انهم يقطعوا الكهرباء ويفضوا المحطة. وبنفهم ان فريق المتفجرات عايز 10 دقايق لسه كمان، وبيكون الوقت المتبقي 6 دقايق على الانفجار. بس بيقعد جنبها سان وبيقول لها عايزين نبدل الاماكن، فهي بترفض. بيقعد مكانها وبيوعدها انه هيخرج وراها. وبعدين ما بيكونش فاضل الا 30 ثانية بس وهي مش بتطلع من المحطة وبتستناه وما مشيتش. وفجأة القنبلة بتنفجر والناس كلها انصدمت بما فيهم سو. وفي لحظة دهشة بيطلع انه عايش ومتعور. بعدين بتيجي صديقة سو وبتقنعها انها تلغي باقي الاعمال لجدول اليوم علشان هيكون في خطر عليها. وسو بتقول لها لا انا هكمل، وبتروح لمكان التجمع اللي فيه الناس علشان تقول خطابها. وحماتها بتقابلها وبتقول لها ارتاحي شوية علشان ما تتوتريش. فبتطلع سو على المسرح وبتلقي الخطاب بتاعها. وبتيجي لقطة ان الراجل العجوز بيدعمها وبتبدأ تقدم نفسها. وبنفهم من كلامها انها مش هتقول اللي قالته حماتها ليها في الملف. فبتتعصب وبيتعصب قائد الحزب هو كمان. فبيكون سان بيحميها من فوق ومراقبها من مكان عالي وفي شقة فاضية واقف. فبنروح لسو اللي كانت قاعدة في غرفة الاجتماعات. وبعدين وهي طالعة بتشوف البطل سان فبتقول لها صديقتها يلا نمشي. وبيمشوا فعلا وفي بيت سو وهي مش عارفة تنام متوترة. بعدها بتروح للتمثال وهي لابسة سلسلة القديس اللي اداها لها سان. فبيجي بعدها سان البطل ليها وبتسأله ازاي عرفت موضوع القنبلة والانفجارات. قال انه عرف علشان هي مكملة في طريق جوزها ولازم هتكون في خطر بالطريق ده. وبنفهم ان اي حد عايز يمنع الحرب هيموت وانها لسه في خطر. فبتقول انها هتزود الحماية علشان ده. فقال لها مفيش فايدة، انا اكتر واحد هعرف احميكي، وانه بقى حارسها الشخصي وهي بتشك فيه. وقال لها ابعتي حد يراقبني. وبنعرف ان هو برضه عايز يمنع الحرب. فبعدين بيناقشها في كلامها فبتقول له ان انا الرئيسة ولازم تسمع كلامي. فبيرد بيقول لها انت اللي تسمعي كلامي لان انا اللي بساعدك. فهي بتوافق. وفي نهاية الحلقة فجأة بنلاقي ظاهرة الغواصة النووية وصاروخ بيضرب في السماء. بتبتدي الحلقة معانا بطيارة كانت طايرة في الجو، وفجأة الطيارة دي تتعرض لصاروخ وتنفجر. وبعدها بنروح لسو اللي كانت مع سان واللي بيتعالجوا من الاغتيال والهجوم اللي حصل لهم قبل كده، وكانوا في مكان سري في الغابة. وكانت سو بتتكلم عن أمها وقد إيه كانت نفسها تساعدها وتحميها. واللي بنعرف قبل كده عن أمها إنها كانت فقيرة وماتت في أمريكا لما كانوا عايشين هناك، بس رجعت سو تاني لكوريا لما اتجوزت جون. وبعدها بنروح لأمريكا واللي كانوا عاملين اجتماع طارئ علشان الطيارة اللي طلعت أمريكية وانضربت من كوريا الشمالية.
وكمان اتكلموا عن تقرير عن الغواصة النووية اللي عملتها كوريا الشمالية، فبيطلع خبر انها روسية الاصل وقديمة، وكمان ما تستاهلش السمعة اللي طلعت عنها، يعني مش نووية ولا حاجة، وكمان اشاعة. بس الكلام ده ما بيعجبش وزير الخارجية اللي بيقول لا اكيد في قصة ورا الموضوع ده، وبيقول ان امريكا لازم ترد وما تسكتش عن الحرب دي. وبعدين بنروح للجانب الثاني كوريا الشمالية، واللي طلعوا باخبار ان لازم ما يسكتوش عن الحرب اللي امريكا بدأتها دي، وان الطيارة مجرد بداية، وان كوريا الشمالية معها نووي وقادرة تقلب بيه العالم كله. بعدها بنشوف وزير الخارجية الامريكي هو بيدافع عن موقفه تجاه ضرب الغواصة النووية، بيقول ان الموضوع ما بقاش قصة غواصة اكتر من انه فرض هيمنة وسمعة على امريكا تجاه التحالفات اللي بتتكون جديد لروسيا والصين، ولازم امريكا تكمل اللي بدأته. بعدها بنشوف رئيسة كوريا الجنوبية بتتكلم مع شخص على التليفون وكان غامض، وبعدها بنكتشف انه رئيس الولايات المتحدة، وبيتكلموا عن الرد على ضرب كوريا الشمالية للطيارة الامريكية، ولازم يعملوا تحالفات مع بعض. بعدها رئيس الولايات المتحدة بيذكر اسم سو، وإنه لازم نتخلص منها لأنها بقت إزعاج وصداع ليهم، لأنها عايزة توحد الكوريتين الشمالية والجنوبية. وبنشوف رد فعل بارد جدا من رئيسة كوريا الجنوبية تجاه سفيرتها اللي بتتذكر. بعدها رئيسة كوريا الجنوبية بتطلع تطمن الشعب إن الطيارة مجرد طيارة استطلاع وكانت شريكة لينا وما كانتش حربية ولا حاجة، بس كوريا الشمالية هجمت عليها وضربتها. بعد كده بنشوفها بتكمل مكالمتها مع الرئيس الأمريكي وبتقول له اطمن مش هتبقى مصدر إزعاج بعد كده. وبعدها بنشوف رئيسة كوريا الجنوبية مع مدير المخابرات بتاعها بيقروا الأخبار اللي بتقلل من دورها وإنها شريكة لأمريكا في كل حاجة، وإنها رئيسة ضعيفة. وكانت الأخبار على العكس بتمجد في دور سو جدا، لأنها بتتعرض لاغتيالات وبتعرض نفسها للخطر، وكمان مرشحة للرئاسة كبيرة جدا وإنها تفوز كمان. فبتتضايق رئيسة كوريا من الكلام ده وبتغير من سو، فمدير المخابرات بينصحها إنها لازم علشان تنجح في الرئاسة والانتخابات لازم تتخلص من سو، وكمان قال لها إنه عنده خطة للكلام ده. بعدها بنروح لسو اللي بيجي لها اتصال من صديقتها ميجي اللي بتطلع قاعدة عند تشانغ المساعد بتاعها، واللي كان عمل حادثة وقاعد في المستشفى بتعالج. فعلى طول تشانغ بيقول لها إنها لازم تعرف موضوع جوزها جون وإزاي تعرض لحادثة، وبيحكي إنه لما كان بيفتح الموبايل بتاع جون وصلته رسائل وفيديو عن جون جوزها وهو في كوريا الشمالية بيتكرم، وكان في الفيديو ده ضابط. طبعا سو بتتفاجئ جدا من الكلام ده، فوراها الفيديو وفعلا انصدمت لما شافت جوزها وهو بيتكرم في مؤتمر وكان ضابط فعلا في كوريا الشمالية. يعني فعلا جون كان جاسوس لكوريا الشمالية وكان مرشح لرئاسة كوريا الجنوبية. وبعد الفيديو وصلت رسالة بمكان يتقابلوا فيه عن الموضوع ده، فراح فعلا تشانغ عشان يشوف الشخص اللي بعت الفيديو ليه، وبعدها حصل الحادث ده. بعدها بنشوف ان مكان اللقاء ده بيوديهم اصلا لبيت هانا مرات جون والضرة بتاعت سو. بعدها سان بيحلل المعلومات دي بيكتشف ان في ربط ما بين الشخص اللي اسمه ستيلا يونغ واللي كان جون بيدور عليه قبل ما يموت وما بين هانا مراته، وإن فعلا في تشابه ما بين الأماكن اللي راحتها هانا مع ابنها وما بين ستيلا يونغ الشخص اللي بيصنع الغواصة النووية. وكمان سان اكتشف إن ابن هانا كان بيرسم المينا أو الصور اللي كان بيروحوها ومنها الأماكن اللي موجودة في التقارير دي. فسو بتنصدم جدا وبتسأل هل يعني ليها علاقة بقتل جون اللي هو جوزها. بعدها طلع الرقم اللي اتبعت الفيديو منه هو نفس الرقم اللي كان مع القاتل لما مات جون في الكنيسة. بعدها ميجي صديقة سو بتتصل بيها وبتقول لها لازم تخرجي من عندك دلوقتي، في أجهزة تصنت موجودة وفتحتك. وبعدين بتطلع أخبار إن في فضيحة من العيار الثقيل حصلت ما بين المرشحة للانتخابات سو مع حارسها الشخصي سان، واللي كانوا على علاقة ببعض وإنهم كمان بيحبوا بعض. وسان حارسها الشخصي طلع أصلا من كوريا الشمالية، يعني سبب دفاع سو على الكوريتين وإنها توحدهم دافع الحب. كمان في تسجيلات خرجت صوت ما بين سو وسان وهم على علاقة ببعض، بتقول سو فيها انها عايزة تهرب مع سان لأي مكان في العالم. طبعا الأخبار والفضيحة دي هزت سمعة سو في الانتخابات بتاعة الرئاسة. بعدها بنشوف حماتها وهي كمان بتطالب بإجراءات قضائية تبدأها عشان الفضيحة دي. بعدها بنشوف سان وهو بيقلب على أجهزة التصنت اللي في البيت وإنه إزاي هم في مخبأ في الغابة وعرفوا يوصلوا لهم. ففجأة بتيجي سو على سان وبتحضنه فجأة وبتقول له عاوزين نهرب سوا والليلة، في مشهد غريب مرة واحدة. بعدها بنشوف سان وهو بيحضر أسلحته وبيقرر إنه يخرج لمكان ما قالش لسو عليه، وقال لها إنه هيرجع تاني قريب وادالها سلاح. بعدها بيسيبها ويمشي
بعدها سو بتقرر تبحث عن مصدر جهاز التصنت ده، فبتفضل تركز مع صوت التسجيل لحد ما وصلت لمصدر الصوت. كان فين؟ كان جهاز التصنت محطوط في كوباية وهم على علاقة ببعض، والجهاز ده سلسلة متعلقة في رقبة سان، وهي كانت ادتها له قبل كده. وبنكتشف كمان ان سو لها علاقة بالمواضيع دي، وعملت ده كمان مع السفير الياباني قبل كده في مشهد صادم جدا. بعدها بنشوف سان وهو بيهجم على رئيسه في الشركة بتاعة الأمن، وكان شغال معهم قبل ما يسيبهم، وفضل يضرب فيه وكان هيموته في إيده بسبب أجهزة التصنت اللي حاططها له. لكنه رئيسه استغرب جدا لما سمع عن الكلام ده، وقال إنه ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. فبيفاجئ سان وبيقول له إن اللي طلب إنك تكون الحارس الشخصي بتاع سو هو مكتب الرئيس نفسه بتاع كوريا الجنوبية. فبينصدم سان من الخبر ده، لكن فجأة المخابرات ومدير المخابرات بيهجموا على البيت ومعاهم أسلحة بيقدروا يثبتوا سان. التهمة كانت التجسس لصالح كوريا الشمالية، وطبعا مدير المخابرات حاول يهدد سان بموضوع جدته واللي كان موصي أبوه عليها قبل ما يموت انه يجيبها من كوريا الشمالية. فبيقول مدير المخابرات انك لازم تساعدنا نقبض على سو، لا اما جدتك هتكون في خطر. طبعا سو كانت سامعة كل الكلام ده ومصدومة جدا عن طريق القلادة اللي كانت بتسمع منها كل حاجة. فبعدين وهما مثبتين سان على الارض بتقع القلادة من رقبته وبتنكسر بالغلط، وفجأة بيكتشف سان ان القلادة هي سبب الفضيحة دي وجهاز التنصت كان فيها، وإن صاحب القلادة دي أصلا كان سو اللي ادتها له. بعدها بيستسلم سان ليهم بيروح معهم، لكن في الأسانسير بيقدر عليهم وبيهرب. بعدها بنروح لسو اللي كانت ماشية من المخبأ في الغابة، وبتسمع سان بينده عليها، لكن هي بتكمل مشي وبتفكر في كلام أمها إنها ما تثقش بحد أبدا، بالذات القريبين منها. بعدها سو بتنزل من على منحدر وبيكون مرتفع جدا، لكن هي فجأة بتقع منه، وكان مكان عالي جدا، فبتنزل على الأرض وبيغمى عليها. بعدها بتفوق وهي منهارة من العياط، وبيوصلها رسالة من الرقم بتاع القاتل اللي بعت كمان فيديو جوزها، وكان بيقول إن الغواصة النووية موجودة بالفعل، يعني لسه الحرب شغالة. بعدها بيبعت مكان لعنوان عشان يتقابلوا فيه، وبتنصدم سو بالرسائل دي. بعدها بنروح لسان اللي رجع لرئيسه في الشغل وبيهددوا تاني بالمسدس انه لازم يوصلوا بستيلا الشخص اللي خلاه يشتغل عند سو، وفعلا وافق تحت التهديد طبعا، وقال له هساعدك توصل لها. بعدها بنروح لسو اللي راحت مع صديقتها ميجي وتشانغ لبيت اتكلموا فيه مع مساعد وزير الخارجية السابق واللي كان صديق جون، وكان بيتكلم عن الغواصة النووية وانها موجودة فعلا، بس اللي امريكا اكتشفتها دي كانت روسية وضعيفة، مش هي التهديد الحقيقي اللي كان بيواجههم. لكن الخطيرة اصلا كانت مخبأة في مكان تحت المية، وكانت كوريا بدأت تصنع أكتر من واحدة في آخر 5 سنين في مكان سري تحت المية. بعدها سو بتكون عايزة تروح لمكان المقابلة علشان تعرف أكتر حقيقة عن الغواصة النووية، خصوصا إنها مش عاوزة تبقى خاينة في نظر الشعب. بعدها فعلا بتقرر تروح مع تشانغ للمينا مكان المقابلة. بعدها بيسيبها تشانغ لحالها على البحر، وفجأة بتقابل شخص بتفضل تبص له، وفجأة بيطلع سان اللي بتقول له مين اللي بعتك عليا المرة دي. بيفضلوا يتكلموا كتير عن أسباب وجودهم مع بعض وليه انقذها كذا مرة. وبعدها في مشهد صادم جدا سو بتطلع مسدس وبتوجهه على سان، فسان بينصدم جدا، لكن سو بتسيبه وبتمشي. في العربية سو بتقول لتشانغ إنها مش عاوزة تعرف سان تاني ومش عايزة أي علاقة بيه. بعدها بتسيب العربية وبتقف في مكان على البحر، وفجأة بيطلع معها موبايل وكان أخدته من سان لما قربت منه. بعدها بنرجع لسان اللي كان بيحقق وبيبحث عن ستيلا يونغ والرابط بينه وبين هانا مرات جون. بعدين بيشوف انه اكتشف امرها فعلا. بعدها بنروح لمشهد صادم جدا لهانا ضرة سو، واللي بنكتشف ان معاها المادة السامة اللي اتقتل بيها الجندي اللي قتل جون جوزها، وكمان الخنجر اللي فيه السم اللي مات بيه ابو سان الاب يانغ، وبدأنا نكتشف عنها حاجات أكتر. بعدين بتروح ميجي صديقة سو تقابل شخص في المطار وبتوديه لبيت اللي فيه سو، وبعدين بنكتشف إنه محامي صديق جون وكان عايش في الأرجنتين بيدير مشاريع جون هناك، واللي بتقدر أو بتساوي 2 تريليون دولار. طبعا انصدموا جدا بالموضوع ده والرقم الكبير جدا. فبيقول المحامي إنه ما كانش يعرف موضوع قتل جون، وإنه اكتشف ده بالصدفة وهو قاعد في كافيه، لأنه كان على صلة بشخص كان من طرف جون وكان بيتكلم دايما عن المشاريع، فكان المشروع يعتبر مستمر. طبعا سو انصدمت جدا وسألت عن الشخص ده، فرد المحامي وقال لهم إن اسمها ستيلا يونغ. طبعا سمعوا الاسم ده وانصدموا أكتر، وبدأوا يربطوا فعلا ما بينها وبين هانا مرات جون.
بعدين بنروح لهانا اللي بتروح قسم الشرطة عشان تعترف في جريمة قتل جون جوزها، وطبعا تيجي الصحافة من كل حتة علشان تسمع كلماتها، فبتقول للصحافة إنها كانت حبيبة جون وأم وابنه، وقالت إن اللي تسببوا في قتل جون جوزها هي مراته سو وحبيبها سان اللي من أصل كوري شمالي، في مشهد صادم جدا طبعا. بعدها بنشوف حمات سو وهي قاعدة مع حفيدها ابن هانا، واللي بيسألها هل أمي ممكن ترجع، فبترد وبتقول عادي إن الشخص يعيش من غير أم، وإن هي عملت كده كمان، ربت شخص من غير أم. بعدها بنروح للمحامي اللي كان قاعد مع سو وبيقول لهم إن أتعابه في القضية هتكون 1% من فلوس جون، يعني 20 مليار دولار. فردت عليه سو وقالت هخليهم له 5% بس تكشف معاملات المالية للشركات اللي في الأرجنتين ومصادر الدخل بتاعتهم. وبتقول سو برضو إن ستيلا اللي هي هانا حتى لو قتلتها علشان الورث بتاع جون جوزها مش هتعرف تاخد الميراث كله، لأن ابن هانا مش قريب سو علشان لو ماتت يورثها. وهنا بتكون سو لمست طرف الخيط بتاع قتل جوزها. بعدين بنروح لهانا اللي بتروح لبيتها القديم، وفجأة بنلاقي سان موجود وراها. بعدين بدأ سان يتكلم وبيكشف عن شخصية هانا وهي منين وإزاي هربوا من كوريا الشمالية وراحوا أمريكا عشان يعيشوا هناك، وقال لها إن سبب موت جون بس كان علشان تورثه وتاخد كل أملاكه، بس ما كانش ده هيتحقق غير بطريقة واحدة، وهي إن سو تكون هي اللي قتلت جون. وعشان كده هي دلوقتي بتتهمهم، بتقول إنهم هم اللي قتلوا جون. ولما سان حاول يكشف عن أنها مش هي ستيلا وفي حد تاني غيرها أو شريك معها، فجأة بتطلع حباية سم وبتبلعها، بس سان على طول بيلحقها وما بيخليهاش تموت، فبتضربه بخنجر مسموم. فعلى طول سان بيمص الدم ده علشان ما يموتش. وبعدين بعد ما يثبتها بيقول لها تساعده وانه هيضمن حمايتها هي وابنها من اي خطر ممكن يحصل لهم. بعدين بنروح لسو اللي بيجي لها تشانغ مساعد جوزها، وبيقول لها انه كان شاكك في امرها في البدايه، بالذات لما اتكتب لها الورث كله والتركه بتاعت جون، وبيعتذر لها لانه ساعد ام جون رئيسه في الشغل اللي هي حمات سو علشان يتجسس عليها، وانها كمان عرضت عليه ساعه للايد وادتها له، وفعلا قدر يوصل لها البيانات بتاعت سو كلها. وبنكتشف فجأة ان السبب في الفضيحه بتاعت سو سان كان بسبب حماتها عن طريق تشانغ اللي خلاها تتجسس على بيانات سو. بعدين بنشوف صديقة سو ميجي عندها وبتقول لها ان صديق جوزها العجوز دوجين ام افرجوا عنه ودلوقتي برا السجن وحاول يسأل عليكي. بعدها بتروح له فعلا سو للبيت، بتطمن عليه وبتعتذر له عن المشاكل اللي عرضتها له واللي حطته فيها، وبعدها بتطلب منه تاخد كتاب بس يمضي عليه الأول. وفعلا بيقوم علشان يمضي على الكتاب، فجأة بتيجي سو من وراه وبترفع عليه سلاح وبتقول له تعال معايا، وبتاخده فعلا على البحر في مكان راحت له قبل كده لما أخذت من سان الموبايل. وبعدها بنكتشف إن دوجين ام ده ليه علاقة بموت جوزها، والأب يانج أبو سان، وكمان رقمه هو اللي كان على موبايل القاتل اللي قتل جون، فبترن عليه وبيطلع هو فعلا. بعدها بيكشف دوجين ام إنه شغال مع المخابرات، وبيكشف إنه كان شغال على الجواسيس واللي كان منهم جون. وحتى كمان المفاجأة إن أبو سو نفسه كان في كوريا الشمالية وجاسوس، وبعدها مات لما هاجر، فمراته اللي هي أم سو أخذتها وراحوا لأمريكا، وعشان كده نصحتها أم سو إنها ما ترجعش لكوريا عشان ما تكتشفش الكلام ده. وبيقول دوجين ام إن دوره كان إنه يقبض عليها وما يخليهاش بنت الجاسوس اللي رجعت علشان تمسك كوريا وتوحدها تاني. وبان جدا انه عنصري من الكلام ده، وانه ضد كمان فكرة التوحيد عكس الكتابات اللي كان عاملها. فجأة دوجين ام بيفك الرباط، بيحاول ياخد المسدس ويقتل سو، بس على طول بيطلع سان وبينقذها وبيضرب نار على دوجين ام. بعدها بيطلبوا منه انه يتصل بالمخابرات ويقول انهم هيهربوا الليلة عن طريق المينا، وفعلا اتصل بيهم وبلغهم. وبعدها بنشوف سو على المينا في مكان على البحر، تتصل بشخص وكان معاها العجوز رهينة، وفجأة بتدخل عليها حماتها وكان معاها هانا وكم واحد معهم أسلحة. وسو كانت مأمنة المكان كله بكاميرات وتسجيل علشان تفضح اللي هيحصل. على طول سو بتسأل حماتها هل انت اللي موتي جون ابنك؟ فبنكتشف ان جون اصلا مش ابنها لكنه كان ابن جوزها، وهي اللي تولد تربيته من هو صغير. وبتقول ان سو خطفته منها، وبتأمر هانا انها توجه السلاح وتموت سو. فبنروح لهانا اللي بتفتكر جوزها جون وهو بيسألها عن ستيلا، لكن بعدين بنتفاجئ ان ستيلا واللي بتجمع قطع الغواصة النووية بتطلع ام جون نفسه حمات سو. وبعدها
هانا بتوجه المسدس على حماتها وبتقول انها تنتقم من اللي قتل جوزي، لكن على طول بيجي الحرس وبيمنعوها من ضرب حماتها بالنار. وفجأة بتيجي المخابرات عليهم واللي تبلغوا بالمكان ده والعملية اللي هتحصل. وفجأة وهم كلهم موجودين النور بيتقفل مرة واحدة، فبيبدأ ضرب النار ويتقتل الحراس. وبيطلع سام فجأة بيبدأ يضرب عليهم نار، وبيروح ناحية سو علشان ياخدها وبينضرب بنار عشوائي. وبيقربوا ناحية شباك ناحية البحر إزاز وبيتكسر وبيبقى تحتهم المحيط والبحر. وفجأة بيرموا نفسهم فيه، وبنلاقي تحت مستنيهم ميجي صديقة سو بمركب مستنياهم. بعدين بنلاقي سو بتحلم وهي في قلب البحر وبتشوف رؤى تحت المية وغواصة وبتبدأ تغوص ناحيتها، لكن على طول بيجي سان بيشدها لسطح المية وبينقذها من الغرق. تبدأ الحلقة الثامنة معانا لما سان وسو كانوا في المركب، وبعدها هربوا لما الشرطة وصلت، لكن الشرطة قبضوا على صديقة سو ميجي على أساس إنها هي سو وأخدوها معاهم. وبعدها بنشوف سو مع سان راكبين عربية وماشيين على الطريق وعمالين يسمعوا الأخبار على الراديو اللي بتتكلم عنهم وإن الشرطة بتحاول تقبض عليهم. وفجأة وهم على الطريق بيلاقوا الشرطة عاملين كمين موقفين الطريق كله، فبياخد باله سان على طول وبيرجع بالعربية وبيلف. وبعدها بنشوف صديقة سو ميجي في التحقيقات وبيتهموها في جريمة قتل جون جوز سو مرشح الرئاسة اللي اغتيل، وبتنصدم ميجي على طول. وبعدها بنروح لحمات سو ستيلا يونغ واللي مسؤولة عن كل الجرائم دي وقتل ابنها جون. بعدها بنرجع لسان اللي وصل مع سو بالعربية لمكان سري وقعدوا يتكلموا عن الأحداث اللي مروا بيها، وسو اعتذرت منه على الفضيحة والتسجيل اللي هي كانت سبب فيه، واللي قدرت حماتها انها توصل للبيانات بتاعتها وتفضحهم بيها. وبعدها بنشوف سان وبيفتكر لما شاف سو أول مرة لما كان جندي في العراق، ويشافها في التلفزيون وهي سفيرة وبتلقي خطاب وعجب بيها جدا وبكلامها. وفجأة بتفتكر سو كلام جوزها عن الخوخ وبنشوفها مصدومة جدا. وبعدها بنرجع لحمات سو اللي بتروح البيت وبتتعصب جدا لما بتلاقيش حفيدها موجود اللي أخدوا سان الحلقة اللي فاتت، وكمان بتكسر التابلت اللي كان فيه الكاميرات. بعدها بنشوف الطفل الصغير مع أمه ضرت سو واللي اتفقت مع سان عشان يساعدها. بعدها بنروح لسو اللي بتروح لمعبد والمقبرة بتاعت جوزها جون وبتطلب تشوف الفخار اللي بيحتوي على رماده ورفاته. ولما بتفتحه فجأة بتلاقي في ظهر الغطاء فلاشة ورسالة من جوزها، فتخيلت سو في الرسالة ان جوزها بيكلمها وكان بيقول لها ان ليه ابن وخايف يعترف بيه عشان محدش يستغل ده ويبقى نقطة ضعف قصاده. وبنعرف انه كان قايل ليها انهم خلاص مش كملوا مع بعض بعد كده. وكمان قال لها ان الفلاشة فيها فضايح عن امه ستيلا يونغ ولو مات تقدر تحمي نفسها بيها. بعدها سو بتحرق الرسالة وبتروح لسان. بعدها بنشوف الراجل العجوز دوجين ام واللي طلع مدير الاستخبارات وكان بيتجسس على سو وهو بيتحقق معاه بتهمة التجسس، وفجأة وهو بياكل بيقع وبيموت مسموم. بعدها بنشوف مدير المخابرات رايح لحمات سو ستيلا يونغ وبيطلب منها انها تساعده عشان يطيحوا برئيسة كوريا الجنوبية لانها متواطئة مع امريكا، وبيهددها انها لها علاقة بموت مرشح الرئاسة جون اللي هو يبقى ابنها. فبتوافق حمات سو بس بشرط انه يقبض على سو الاول. وبعدها بتروح بتاخد ابنها من الاوضه وبيمشوا بالعربيه. وبنرجع بعدها لسو اللي كانوا مستخبين في مخبأ وبنشوفهم على اتصال بمحامي جوزها واللي كان وكلته انه يدور على حسابات ومصادر الفلوس لشركات جون جوزها في الارجنتين. وقال لهم المحامي ان في حسابات فعلا رايحه جايه من كوريا الشماليه. وبعدها بنشوف انهم على اتصال بمساعد وزير الخارجيه اللي انطرد. ولما فتحوا الفلاشه اللي سابها جوزها ليها بنكتشف ان حمات سو ستيلا يونغ لها علاقه كمان بالحسابات دي، وان كمان لها علاقه بدعم قوات معاديه لامريكا وبتبيع اسلحه وبتتاجر فيها ما بين امريكا والقوات المعاديه دي عن طريق علاقتها اللي واصله لناس كبيره في امريكا. وبنعرف ان ده كمان اللي مخلي كوريا الشماليه قويه جدا رغم العقوبات والحصار اللي مفروض عليها. فبنلاقي سو بتقول انها لازم تقابل الرئيسة علشان تحكي لها اللي بيحصل ده وكمان تبلغ رئيس امريكا عشان يوقفوا الحرب دي. وبعدها بنشوف ان الشرطة بتخلي سبيل صديقة سو ميجي، فبيروح مساعد سو يجيبها، لكن هو على الطريق وهو بيكلمها بنشوف ميجي وهي بتعدي الطريق وفجأة بتيجي عربية وبتخبط فيها، لكن لما بيروح عشان يطمن عليها ما بيلاقيهاش. فبيكلم سو على طول ويقول لها الموضوع ده
وبنكتشف ان حماد سو هي اللي مدبرة الموضوع ده، وكمان اخذ صديقة سو رهينة عندها، وان شرط تطلعها تجيب الحفيد بتاعها، لا اما صديقة سو هتموت لانها محتاجة عمليات فورا. فبنشوف سو وهي بتبلغ ضرتها بده ام الطفل، لكن وهي عندها بنشوف في الاخبار ان في دولة اسمها إديشا بتعلن الحرب على امريكا، وكمان في غواصات نووية بتاعت كوريا الشمالية اشترتها الدولة دي وهتضرب امريكا بالنووي. وطبعا الدنيا بتنقلب، وبنشوف رئيسة كوريا الجنوبية بتطلب تقابل سو اللي بتودع ضرتها اللي رايحة لاستراليا خلاص مع ابنها، وكمان راح معهم سان علشان يوصلهم. وبنشوفها بتطلع بعربية بالليل وبتتصل بسان وبتبلغه انها تقابل حماتها ستيلا يونغ علشان صديقتها المخطوفة وانها لازم ترجعها، وبتبلغه انه لازم يروح يشوف رئيسة كوريا الجنوبية علشان يبلغها بالموضوع ده، وكمان علشان توقف الحرب اللي هتبتدي، وان كمان في حساب هيتبعت بيه فلوس الغواصات ولازم انه يقف علشان الضربة دي كلها تبوظ. فطبعا سان بيقلق جدا عليها وانها يمكن تموت كمان، بس بتقوله ان حماتها مستحيل انها تموتها لانها عارفاها كويس. وبعدها سو بتوصل للمطار وبتقابل حماتها ستيلا يونغ، واللي على طول بتقول لها فين الولد، فبتقول سو انه خلاص راح مع امه استراليا وبقى برا كوريا دلوقتي. فعلى طول بنشوف حماتها بتكلم خاطفين صديقتها ميجي وبتطلب منهم انهم يقطعوا رجل صديقتها، لكن بنلاقي على طول سو بتطلع ورقة تنازل عن الميراث بتاع الولد وبتديها لحماتها، فده ما بيعجبش برضه حمات سو. فبنلاقي سو نفسها بتقول انها هتعترف بالقضية وانها هي اللي قتلت جون عشان الميراث كله يتحول لحماتها، وكمان رصيد الشركات المملوكة لجون يتحول باسمها. فبتقتنع حمات سو بده وبتتصل بالخاطفين وبتكنسل موضوع موت صديقتها، وكمان يلحقوا يعالجوها دلوقتي. وبنشوف سو وهي بتروح مع حماتها الطيارة وبيطيروا وبتاخدها معاها، وفي النهاية بنشوف سان وهو طاير على الطريق علشان يلحق يقابل الرئيسة. في الحلقة 9 بنشوف سو وهي بتنزل من الطيارة وبيروحوا ناحية البحر علشان يطلعوا على سفينة كبيرة موجودة في البحر، وبنشوفهم انهم بينزلوا في مكان سري، وبنلاقي ان حمات سو بتأمر رجالتها انهم ينزلوا ضرب في سو وبيسيبوها وتمشي. وبعدها بنلاقي ان ابنها بيقلق وبيسألها ان انت بتخطط لايه بعد كده، وهل فعلا انك قتلتي جون اخويا علشان انا امسك بعده وابقى مرشح للرئاسة. فبنلاقي ستيلا يونغ حمات سو وبتتوتر وبتمشي. وبعدين بنشوف سان وصل لبيت وفضل يتمشى فيه ويبص على الصور، وبنلاقيه انه وصل لبيت مدير المخابرات مش بيت الرئيسة. بنروح بعدها لسو اللي كانت محجوزة في شنطة العربية، وبيجي أخو جوزها وبيفتح لها الباب وبيخرجها، فبتطلب منه سو إنه يساعدها وإنه كمان ما يساعدش أمه في اللي بتعمله، وإن ده هيغضب أخوه جون اللي كان بيحبه وبيفتخر بيه. لكن فجأة بنلاقي أخو جوزها بيضربها بالقلم على وشها وبيقول لها اخرسي. وبنعرف بعدين إن حمات سو ستيلا يونغ اشتغلت جاسوسة لما راحت أمريكا، وإنها أخذت اسم ستيلا يونغ من أول ما راحت هناك، وكمان إنها كانت عميلة مزدوجة كانت بتشتغل لأمريكا وفي نفس الوقت لكوريا الشمالية، وكانت اشتغلت في كوريا الجنوبية باسم شركة وكانت أمريكا بتدعمها، وفي نفس الوقت وصلت لعلاقات كبيرة في أمريكا قدرت من خلالها أنها تبيع أسلحة وتتاجر فيهم، واشتغلت في جميع الأسلحة والدبابات والطيارات. لكن كان حلمها أنها تعمل غواصات نووية، وعشان كده بدأت في ده وحلمها قرب إنه يتحقق. وبعدها بنشوف مدير المخابرات كان راكب عربية وراجع لبيته، وبعدين وهو في العربية على طول تنخبط وبتعمل حادثة، لكن فجأة بيطلع إن صاحب الحادثة دي والعربية سان نفسه، وكمان بيروح له وبياخدوا رهينة عليه متفجرات. وبعدها بنلاقيه داس على زر وبيفجر البيت بتاع مدير المخابرات واللي حطها جوه، وبيطلب انه يشوف الرئيسة فورا. وبعدها بشوية فعلا بتيجي الرئيسة بتاعت كوريا الجنوبية وبتقابله، وبيسيب سان مدير المخابرات. وبعدها بنلاقي سان بيسألها عن تاريخ في سنة 2007 وبيقول لها عارفة بروست. فبترد رئيسة كوريا الجنوبية على طول انها بتحبش الروايات الطويلة وان ده كان اديب فرنسي، وبتأمر الجنود انهم يعتقلوا سان فورا. بس بعدها بتيجي بتقابله تاني وبتقول له ان سنة 2007 كانت سنة الصلح ما بين امريكا وكوريا الجنوبية والشمالية والصين، وكانت سو هي السفيرة وقتها.
وقالت موضوع بروست وهم قاعدين هناك. فبتقول الرئيسة هل دلوقتي في أخبار جديدة عن صلح جديد؟ وبعدها بنشوف مدير المخابرات بيتقبض عليه بتهمة التجسس واللي كان بيكلم الرئيسة نفسها. ومنروح بعدها لحمات سو ستيلا يونغ واللي كان معها طرق ومفتاح تاني غير اللي هيروح لإديشا، وكانت عاملة نسخة منه، وبتقول إنها هتبدأ إطلاق الصواريخ بنفسها وهتلبسها لدولة إديشا من غير ما حد يعرف. وبنشوف رئيسة كوريا الجنوبية بتبلغ أمريكا بموضوع الصواريخ اللي هتنضرب عليهم. وبنشوف مساعد وزير الخارجية اللي انطرد بيطلب تجميد الحسابات اللي هتندفع لشراء الغواصات النووية دي علشان يوقفوا الحرب. لكن فجأة بتهجم عليه قوة جيش في أمريكا وبتقبض عليه. بس بعدها بنلاقي إن رئيس أمريكا نفسه وراح لمكان احتجازه. بيقول مساعد الوزير إن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب دي إنهم يجمدوا الحسابات علشان يوقفوا بيع الغواصات دي كلها. وفعلا بعدها أخو جون جوسو بيدخل عليهم وبيقول لها إن الحسابات كلها وقفت، بس أمه ما بيفرقش معاها. وكمان بيقول لها إن في أمر إلقاء القبض عليكي بتهمة قتل جون أخوه. وهو كمان طلع إنه اكتشف ده فعلا وشاف الاتصالات اللي ما بينها وبين القتلة، وعرف إن أمه عملت ده علشان أهداف تانية. وبنعرف إنه خلاص هو هيقبض عليها. لكن فجأة بينضرب جرس الإنذار في السفينة، وبنعرف إن خفر السواحل هجموا على السفينة وبدأ ضرب النار وهرب هو وسو. لكن فجأة بينضرب عليهم نار وبيتصاب أخو جوزها، لكن سو بتنقذه. وبعدها بيبدأ إنزال الجنود من الطيارات على السفينة وبيبدأ القتال ما بينهم. وبنشوف رئيسة كوريا بتقول لسان إنهم لقوا مكان سو فين وقالت له إنه يروح علشان ينقذها، بس هتحاسبه على موضوع خطف وانفجار بيت مدير المخابرات والموضوع اللي عمله. وبعدها بنرجع لسو اللي بتهرب من ضرب النار والقتال وبتستخبى في خزنة بعيدة عنهم، لكن بيقرب منها جنود وبيحصل ضرب نار قدام الباب بتاع الخزنة. وفجأة بيتفتح بوابة الخزنة لكن بيطلع إنه سان وجي علشان ينقذها. فبتنصدم سو جدا وبيفضلوا مع بعض جوه وبيحضنوا بعض. بعدها بنشوف حمات سو وهي بتفعل قنبلة في السفينة في غرفة القيادة. وبنرجع لسو اللي بيتكلم رئيس كوريا الشمالية وبتعرفوا على مخطط ستيلا يونغ حماتها وإنها معاها نسخة تانية من مفتاح إطلاق الصواريخ النووية. فبينصدم جدا رئيس كوريا الشمالية ولما بيقولهم إنهم إزاي يقدروا يفصلوه الخط بينقطع. بعدها بنروح لحمات سو واللي كان طالعة بالشنطة فيها المفاعل فوق السفينة، وكان وراها سو وسان بيلحقوها. وكانت حماتها بدأت في فتح الحقيبة وبدأت إنها تشغل في جهاز إطلاق الصواريخ، لكن وسو بتحاول تلحقها. مرة واحدة بتبدأ قتال مع الحارس بتاع حماتها وكان حاول بيموتها وبيخنقها، لكن بيجي سان مرة واحدة وبينقذها. وبيطلعوا لحمات سو اللي كانت خلاص هتدوس على الزر الانفجار وبيضربها سان بالنار. لكن فجأة بنلاقي إن حمات سو مرة واحدة بتقف وحطت السلاح على راسها وبتقول إنها لو ماتت حالا بعد 10 دقايق هيتفعل الجهاز اللي في غرفة القيادة بتاعة السفينة. وكان موجود معها المفتاح بتاع الإغلاق، لكن مرة واحدة بترميه في البحر. وبعدها فجأة بنلاقيها بتضرب نفسها بالنار وبتقع في البحر في مشهد درامي. وبدأ الوقت وال10 دقايق بتاعة الغواصة النووية. بعدها سان وسو بيجروا على غرفة القيادة علشان يشوفوا الجهاز وبيلاقوا الجهاز بتاع التشغيل شغال عد تنازلي. بعدها سو بتعرف ان رمز الايقاف مع ملك إديشا نفسه. وفجأة بنلاقي اتصال منه وبيقول فيها ارقام ورموز، فعلى طول بيكتبها سان على الجهاز. وبنعرف بعدها انه كان رمز ايقاف الصواريخ فعلا، فبتشكره سو. لكن فجأة بيكتشف سان قنبلة مربوطة بالسفينة وانه لو طلع من المكان اللي هو فيه هتنفجر فورا. فعلى طول بيقفل على نفسه الباب وبيطلب من سو انها تطلع فوق وبتنقذ الناس على طول. فبنلاقي ان سو بترفض ده وانها تسيبه وبتعيط وبتكون عاوزة تموت معاه. لكن سان بيطلب منها انها تطلع تجيب فني لفك القنابل، وفعلا بتطلع سو. لكن فجأة لما بتطلب من القائد اللي فوق على طول بيأمر بالإخلاء والهرب من السفينة. فبتنصدم سو جدا من الكلام ده وبتعيط وبتقول انه في واحد جوه لازم ننقذه. وبعد مناهدة كتير بنلاقي سان بيتصل بالقائد وبيطلب انه يكلم سو. وبعدها بنشوف سان في شباك السفينة وبتفضل تبص فيه سو وبيفضل يكلمها ويطمنها انها تقدر تعيش وان لسه في احلام كبيرة قادرة تحققها
مش بس ليها، للبلد كلها. والمؤقت في الوقت ده كان لسه شغال لغاية ما المراكب بتمشي وبتسيب السفينة، وسو كانت حاطة عينيها طبعا عليها. وفجأة بنلاقي ان السفينة بتنفجر كلها والنار بتدخل في غرفة غرفة. وسو طبعا بتشوف الكلام ده وعينيها كلها دموع ومصدومة جدا، لكن بتبعد عن السفينة. بعدها بتصحى سو من النوم على أخبار السلام ما بين إديشا وأمريكا، وبعدها بتروح مقر الحزب بتاعها واللي كانوا بيحكموها بالتهم بتاعت إنها جاسوسة، والفضيحة بتاعتها مع سان اللي من كوريا الشمالية. وبعدها بيقرروا إنهم يطردوها من الحزب والترشح للرئاسة، وبتروح بعدها تقابل الرئيسة بتاعت كوريا الجنوبية اللي بتقول لها إنهم دوروا في السفينة كلها على بقايا لجثة سان بس ما لقوش، وبتعتذر منها كمان، وبتطلب منها إنها تروح لمفاوضات السلام اللي حصلت ما بين إديشا وأمريكا، وإنها كمان رشحتها لده وأصرت على ده. فبتقول لها إن ده هيضر بسمعتك جدا، بس بترفض الرئيسة وبتصر على كلامها. وفعلا بنشوف سو بتحضر اجتماعات في البيت الأبيض في أمريكا مفاوضات السلام. وفي النهاية بنشوف سو بتجري زي عوايدها، وبنشوف رئيسة كوريا الجنوبية بتكلمها وبتتصل بيها وبتقول لها إنها عاوزها خليفة ليها في الرئاسة، وإنها كمان ترشح نفسها مستقلة من غير حزب وهتدعمها كمان في الانتخابات. وبعد إصرار كبير بنشوف سو فعلا بتطلع في مؤتمر وبتعلن إنها ترشح رئاسة الكورية. وبس ده كان نهاية مسلسل العاصفة الكوري. أتمنى إنه يكون عجبكم، وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وعاوزين نلخص فيلم إيه تاني. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتكم يلا أفلام. بس كده، سلام.